السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغاليين، برحب بيكم معايا النهاردة فيديو جديد. هنعمل مع بعض العيش الشامي المنفوخ الطري بتاع السندوتشات، بتاع المدارس، بتاع الفول والطعمية، بتاع البطاطس محمرة، بتاع السلطة، زي ما تحبيه. شايفينه ما شاء الله عليه منفوخ ازاي ومفتوح. هنعمله من غير فرن ومكونات بسيطة موجودة عندك في البيت. هنعمله النهاردة في الطاسة، واي واحدة مبتدئة هينجح معاها من اول مرة. يلا كده هنبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنا هجيب العجان بتاعي هنزل بكوبايات مية، تكون المية فاترة، والكوباية الرابعة كده اللي هركنها على جنب هنزل بيها شوية شوية لو الدقيق احتاج معايا. هنا بعد كده هنزل على الميه الفاتره دياتي بمعلقه كبيره سكر، ومعلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقه صغيره ملح، هندوبهم. ولازم الميه تكون معايا فاتره، ما تكونش لا هي بارده ولا هي سخنه، يعني لازم تكون فاتره كده يعني تدفيها شويه خالص علشان تنشط معايا الخميره وتدوب معايا السكر والملح. بعد كده ما هندوبهم هنزل كده بكيلو دقيق. الدقيق اللي انا مستخدمه ده دقيق تومين ودقيق قمح، يعني مش دقيق فاخر، دقيق تومين ودقيق قمح. هنعجن بقى، وبعد كده الكوبايه الرابعه لو احتاجناها هننزل بيها بالتدريج، عشان احنا زي ما عارفين طبعا ان في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. انا طبعا هاخد هنا الكيلو الدقيق ده معايا 5 كوبايات ميه، يعني الكوبايه الرابعه دي هياخدها مني، وبعد كده هعجن كمان بكوبايه 5. هعجن بقى العجين كده فترة طويلة لغاية ما يقلع معاكي من العجان بالشكل ده، والعجينة تكون معايا متماسكة علشان الرغيف معايا ينفخ معاكي ويجب كده. العجينة زي ما شايفين اهي متماسكة. بعد كده هنغطيها هنسيبها بقى تخمر. هنا يا حبايبي رجعنا لها كده بعد ساعة الا ربع، خمرت معايا ما شاء الله وملت العجان زي ما شايفينها كده. هنهبط العجين، وعلى فكرة الخطوة دي لما تعمليها بتزود عرق كمان للعجينة. بعد التخمير كده اديها بوكس ولميها، شايفينها حتى بعد التخمير قالعة من العجان. هنا طبعا انا حبايبي مجهزة معايا صينية رش عليها شوية دقيق، هقطع طبعا العجين بتاعي الحجم اللي انت حباه، بس كل ما يكون صغير بيكون حلو وماسك نفسه كده، حتى لما بتحشيه ما يعني بتخلص السندوتش، ما بتخليش كده فيه باقي. هنا يا حبايبي ادي حجم الكورة اللي انا عاملاها. هقطع العجين بتاعي كله طبعا، هغطيه من الهواء علشان وشه ما ينشفش. الحجم ده مناسب جدا، بس انت براحتك، يعني انت لو حابه تكبريه كبريه، بس احنا عاملينه النهارده بتاع سندوتشات. هنا يا حبايبي اخدت اول كوره كده. طبعا انا مش هحط دقيق لا من فوق ولا من تحت، لان العجينه معايا حلوه ومتماسكه وسهله جدا يعني وماشيه معايا زي الحلاوه اهي. احنا هنكتفي بالدقيق اللي كنا حاطينه الاول تحت الكور في الصينيه. هنا عندي صينيه تاني طبعا حطيت عليها ملايه كده نظيفه تكون مخصصه للعيش، وبعد كده هفرد الكور بتاعته وهحطها هغطيها علشان كمان وشها ما ينشفش معايا ويقعد طري زي ما شايفين. طبعا السمك هيكون حوالي 1 سنتي، وانت لو حابه يكون قلب الرغيف فيه لبه اللي هتعلي السمك بتاعها كده شويه عن كده، يعني ده حوالي 1 سنتي، يعني ممكن تخليه 2 سنتي لو انت حابه الرغيف فيها لبه من جوه. بس احنا طبعا عايزينه بتاع سندوتشات، يعني ممكن نعمل جزء كده وجزء كده، جزء للسندوتشات وجزء للغموس، يعني لو حبيتي تاكليه مع مع خضار. طبعا بتاع الخضار بيكون فيه لبه من جوا، اما بتاع السندوتشات بيكون فارغ. ده بيفرق العجين هو بس بيفرق في الفرق في الفرد بتاعه. الفرد هتخليه عالي، وواحد هتخليه هابط كده رقيق. هنا يا حبايبي عملت صفين، الصف الاول وبعد كده غطيته بقماشه، وبعد كده عملت الرصه الثانيه.
طبعا انا بمجرد ما خلصت قطيع ابتديت على طول في الطاسه بتاعتي. طبعا لو في الشتاء لا هتستني عليه حوالي تلت ساعه علشان يخمر، بس الجو علشان يعني كويس دلوقتي فمش هياخد معاكي تخمير كتير. طاسه هنا طبعا جبتها على نار متوسطه تكون سخنه، واللي هنزل بالعيش بتاعي يا دوبك ثانيه كده او ثانيتين وهتبتدي تقل بالرغيف علشان يجب معاكي ويطلع بالشكل ده. عندي صينيه وحاطه عليها فوطه طبعا، لا هطلع العيش بتاعي ولا هحطه عليها. شايفين يا دوبك ثانية او 2 بالكتير وتاجي قلبها علشان الرغيف يجب معاكي. والطاسة طبعا تكون على نار متوسطة وتكون سخنة زي ما شايفين كده. ابقي اقعدي كده تعمليه لفوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت لحد ما يجب معاك وياخد اللون الذهبي الحلو دياتي. طبعا انت لو حابه تخبزيه في الفرن لا هتجيبي صواني البسبوسه عندك او اي صواني مخبوزات وهترصي العيش فيها، والفرن بتاعتك تكون شغاله وسخنه وعاليه وتدخليه الفرن. انا حبيت اعمل معاكم واحده واثنين وثلاثه علشان اللي ما شافش اللقطه الاولى يشوف الثانيه او الثالثه. شايفين ما بياخدش معايا اي وقت والله، ده كله على بعضه كده بعجينه ما خد معايا ساعه. كمان في التسوية ما بياخدش معايا اي وقت ولا مجهود. ادي حبايبي، واي واحدة مبتدئة يعني اللي هينجح معاها من اول مرة هتعمله، بس تتبع الخطوات والمكونات. مكوناته زي ما انتوا شايفينها، خميرة وملح وسكر ومية، مفيش ابسط من كده. شوفي بقى انت لما بتروحي تشتريه بتشتري رغيف بكام. هذه ما شاء الله عليه بيجب معايا ومنفوخ، وزي ما شفتوه في بداية الفيديو شايفين شكله حلو ازاي. ادي هنا خلصت كل الكمية وما شاء الله عليها جميلة جدا، وجاب معايا حوالي 35 تقريبا كده او 36 رغيف، مش فاكرة بالظبط بس انا عديتهم بس مش فاكرة، حوالي 35 او 36 رغيف. الكيلو الدقيق معايا جايب الكمية دي كلها ما شاء الله عليها اهي، وما خدش معايا اي وقت. شايفينه مفتوح ازاي. يلا بقى لو عجبكم الفيديو بقى حطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. السلام عليكم.